تسببت عشيقة نجم كرة القدم البرتغالي لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغز بغضب مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي هدد بإجراءات غير مسبوقة في تاريخ المملكة بسبب جورجينا، في تفاصيل وصفت بأنها غير متوقعة من قبل مفتي السعودية. وقال مصدر سعودي مطلع ومقرب من المفتي عبد العزيز آل الشيخ أن مفتي المملكة مستاء من تبرج جورجينا وسكنها مع رونالدو في نفس القصر علنا، رغم أنهما غير متزوجان، خاصة وأن الدين الإسلامي يحرم ذلك بشكل واضح ولا يقبل بأن يتم هذا الأمر في بلاد المسلمين وخاصة بلد الحرمين الشريفين. وأوضح المصدر الأمني أن المفتي هدد بإصدار بيان استنكار في حال لم يتم حل تلك القضية التي اعتبرها مسيئة للسعودية ومخالفة لأبسط أساسات الشريعة الإسلامية، الأمر الذي دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتدخل من أجل تهدئة الوضع وعدم خروج الأمر عن السيطرة. وحسب المصادر فإن مفتي السعودية يطالب بإلزام جورجينا ببعض القواعد، أهمها عدم ارتداء الملابس القصيرة وارتداء العباءة في الأماكن العامة، كما يتعين عليها اتباع نمط معين أثناء إقامتها في المملكة العربية السعودية. وطلب المفتي أن ترتدي جورجينا رودريغز العباءة أثناء تواجدها في الأماكن العامة وتتبع البروتوكول الشائع للأزياء السعودية، احترام الذوق العام في الأزياء وتجنب ارتداء الملابس الشفافة والقصيرة خارج حدود الأماكن المغلقة. كما شدد المفتي وفق المصدر على ضرورة منع استيراد أو تناول الكحول ومنتجات لحم الخنزير منعا باتا من قبل جورجينا، وأن تحترم العادات والتقاليد وتتجنب تناول الطعام في الأماكن العامة خلال شهر رمضان، والذي يحل هذا العام بين شهري مارس وأبريل 2023. ووفق المصادر فإنه وكسائح يمكن لجورجينا الحصول على تصريح خاص لمشاهدة المعالم الطبيعية للمملكة العربية السعودية، ولكن كغير مسلمة لا يمكنها زيارة الأماكن المقدسة مثل مكة والمدينة والأماكن التي تحتوي على مقدسات إسلامية ويقام فيها شعائر خاصة بالمسلمين فقط. وأفادت أنباء بأن السعودية مستعدة لتعديل القانون بما يسمح بالمعاشرة من غير الأزواج، وذلك تماشيا مع العلاقة القائمة بين لاعب نادي النصر الجديد كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز. وبحسب ما نقله مراسل التلفزيون العربي زيد بن يمين، فقد أخبر محامون سعوديون وكالة الأنباء الإسبانية بأن السلطات السعودية لم تعد تتدخل في الحالة الزوجية للوافدين، بالرغم من أن القانون يمنع المعاشرة بدون زواج. كما أفاد المحامون بأن السعودية مستعدة حاليا لتعديل القانون الخاص بذلك بما يتماشى مع العلاقة القائمة بين كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغز، يشير إلى أن القانون السعودي يقر عقوبة السجن 3 سنوات لكل من وقع بأنثى برضاها بدون زواج شرعي. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإنه على الرغم من أن المرأة قد اكتسبت بعض الحريات في السنوات الأخيرة، فإن المملكة العربية السعودية لا تزال دولة مقيدة للغاية مع حقوق وحريات أقل من الغرب. هذا وكانت صحيفة ديلي ميل قد كشفت أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته حجزا مقر إقامة فارهة في الرياض بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي لمدة موسمين بقيمة 200 مليون يورو للموسم الواحد، حيث سيقيم الدون في منزل سعودي مكون من 17 غرفة وبتكلفة 300 ألف دولار. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المقرر أن يقيم كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز في جناح فندقي في المملكة العربية السعودية يحتوي على 17 غرفة، وسيكلف 300 ألف دولار شهريا في فندق فور سيزونز. وبحسب ما ورد طلب من الموظفين عدم طلب صور سيلفي مع رونالدو. وبالنسبة لصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغز فهي مسرورة بإقامتهما الفندقية. ووسط الشائعات التي رافقت وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة صديقته عرضة الأزياء جورجينا رودريغز إلى السعودية للانضمام إلى نادي النصر عن تأجيل زفافهما، أعادت وسائل إعلام نشر خبر سابق متعلق برفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا. دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو نقل عنها سابقا أنها لا تريد أن يتزوج ابنها من صديقته الحالية جورجينا، لأنها تعتقد أن العارضة الأرجنتينية المولود لديها دوافع مادية وأطماع في أموال رونالدو للارتباط به، بحسب ما ورد في صحيفة ماركا الإسبانية. وجاء هذا على الرغم من تأكيد والدة رونالدو أنها تتعامل بشكل جيد مع جورجينا وأنها تقدر الدعم الذي تقدمه لكريستيانو. وكانت صحيفة ماركا تحدثت عن أزمة بين رونالدو وجورجينا وأنه تم تأجيل حفل زفافهما. وتشير الماركا إلى شائعات بأن علاقة رونالدو وجورجينا مستمرة فقط لأنها مفيدة لحياتهما المهنية ووضعهما كمشاهير. هذا وقال الصحفي جوانزالو فاسكويز
أن خيبة الأمل الأخيرة للاعب مع المنتخب البرتغالي في مونديال قطر ربما تسببت في أزمة بينهما، بينما كان حفل الزفاف الذي خطط له جاهزا تماما. ولا يمكن استبعاد أن جورجينا لديها اعتراضات على الانتقال معه إلى الشرق الأوسط بعيدا عن جميع أو معظم أصدقائها وعائلتها بحسب الماركة. خلال حفل انضمامه لنادي النصر السعودي انتشرت صورة تظهر غضب عارضة الأزياء جورجينا رودريغز بسبب مداعبة بين رفيقها البرتغالي كريستيانو رونالدو ومقدمة الحفلة الصحفية السعودية فاطمة فهد. وبينت الصورة مداعبة ودية جدا بين رونالدو ومقدمة الحفلة الصحفية السعودية فاطمة فهد، فيما شوهد على وجه جورجينا معالم الغضب وسط ترجيحات بأن السبب في ذلك هو الغيرة. وانضم رونالدو إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد. ورافقت جورجينا صديقها رونالدو وابنائه في رحلته إلى السعودية للانضمام إلى النادي السعودي. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صور وفيديوهات لفتاة سعودية وصفها النشطاء بأنها شبيهة صديقة نجم نادي النصر الجديد كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغز. واتضح لاحقا بأن الفيديو المتداول هو لمشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريم العنزي، والتي ظهرت في إطلالة مماثلة لإطلالة جورجينا في أثناء احتفالية نادي النصر بصديقها رونالدو في حفل تقديمه للجمهور. هذا واتضح وجود شبه كبير بين ريم وجورجينا، كما أن وضعها لنفس مكياج صديقة رونالدو وارتداؤها نفس ملابسها زاد الشبه بينهما بشكل كبير. وظهرت شبيهة جورجينا السعودية في مقطع مصور تم تداوله على نطاق واسع وهي داخل سيارة وترتدي نفس أزياء جورجينا وتقلدها في حركاتها وكلماتها. وقالت ريما العنزي بعدما قدمت التحية بالإنجليزية هلا ومرحبا، وهي نفس كلمات جورجينا رودريغز في احتفالية نادي النصر. وقوبل المقطع بتفاعل كبير بين النشطاء الذين انقسموا بين ساخر منها وداعم لها، بينما ذهب البعض إلى أنه لا يوجد شبه أساسا بينهما. وأكد آخرون أن ريما العنزي تشبه في هذه الإطلالات بالفعل جورجينا، وأنها أجمل منها أيضا بحسب وصفهم. وكانت جورجينا رودريغز قد وصلت إلى الأراضي السعودية قبل أيام رفقة صديقها كريستيانو رونالدو وأطفالهما، وبعد الشهرة التي حازتها التيك توكر السعودية ريما العنزي بسبب الشبه بينها وبين جورجينا، ظهرت في مقطع جديد رفقة صديقة لها. وبات العديد من مشاهير مواقع التواصل النساء وكثير أيضا من عارضات الأزياء والموضة مفتونات بصديقة رونالدو التي حازت شهرة عالمية بسبب علاقتها بالنجم العالمي، وأصبحن يقلدنها في كل التفاصيل الحياتية بداية من ملابسها وأزياؤها وحتى طريقة حديثها وتسريحة الشعر والمكياج كذلك. وفي هذا السياق كان كثير من النشطاء قد اتهموا الفنانة المصرية ياسمين صبري بأنها تقلد جورجينا رودريغز وتحاول أن تصبح نسخة منها في كل شيء. ورغم أن صديقة رونالدو قد أنجبت منه أطفالا وتعيش معه في منزل واحد وتلازمه دائما، فإنهما لا تربطهما علاقة زواج حتى الآن، وهو الأمر الذي يثير جدلا واسعا حول علاقتهما التي بدأت قبل سنوات حتى يومنا هذا. ويحرص كريستيانو رونالدو على ظهور جورجينا برفقته دائما في كل المناسبات، وكان حضورها لافتا في بطولة كأس العالم الماضية بقطر. وظهرت رودريغز في العاصمة القطرية الدوحة طيلة البطولة وهي تشجع رونالدو بقوة، إلا أن الحظ لم يحالف منتخب البرتغال الذي تزعمه رونالدو وخرج من دور الثامن على يد أسود الأطلس.